السلام عليكم. النهارده ان شاء الله احنا هنعمل مراجعه سريعه كده على حروف الجر بتاعه الوقت. فاحنا عندنا الموضوع فوق مكتوب prepositions of time، يعني حروف الجر اللي بيجي بعديها وقت. لان احنا عندنا نوعين من حروف الجر، في حروف جر بيجي بعديها time اللي هناخدها النهارده هنراجعها سريعا، وفي prepositions بيجي بعدها place بيجي بعدها مكان. احنا النهارده عندنا 3 حروف جر مشهوره جدا مع الوقت. عندنا كلمه in on at، وخد بالك بس من المثلث المقلوب دوت، لان هو الدرس كبير جدا جدا، احنا بنحاول نسهله. يا اما فكره المثلث المقلوب، يعني اكتر حرف جر مستخدم مع الوقت هو حرف الجر ان، وبعديه بشويه حرف الجر اون، واقل حرف جر استخداما للوقت بقى حرف الجر ات. ليه يعني؟ لان القاعده العامه بتقول ان حرف الجر ان بيجي بعديه الحاجه المشهوره في حرف الجر ان، ممكن يجي بعديها سنين، ممكن يجي بعديها سيزونز طول سنه، ممكن يجي بعدها مانث، ممكن يجي بعدها شهور. حرف الجر اون اشهر حاجه ليه، احنا بنتكلم في الاشهر يا جماعه، اشهر حاجه ليه اللي هي ايام الاسبوع. اما حرف الجر ات فهو يعني مور سبيسيفيك شويه، يعني اكثر دقه شويه. هتلاقي ات دي جايه مع المواعيد المحدوده شويه، مع الساعه وهكذا. هنشوف بس كده سريعا، وفكر كده معايا في السؤال الاول. احنا عايزين نحط حرف جر في البلانك الفاضي، في المكان الفاضي. يعني انت عندك في رقم 1 مكتوب the 27th of November. ده كده ما تقولش ان هو يوم او شهر، ما انت لو فكرت ان هو يوم على 27 او فكرت ان هو شهر على نوفمبر هتختلف. احنا هناخدها كهو تاريخ على بعضيه، لان هو معناه 27 من نوفمبر. اول لما تلاقي the 27th of November ده كده على طول date، احفظ كده التاريخ هيبقى على طول on. نيجي لنمبر 2. نمبر 2 the afternoon. the afternoon ده وقت من حته من اليوم، حته من اليوم، بس سابقها كلمه ذا، يبقى على طول كلمه ذا afternoon وذا morning والحاجات بتاعت اليوم دي اللي قبلها ذا على طول هناخد حرف الجر in. يبقى in the afternoon يعني في وقت الظهيرة. نمبر 3 Friday، أيام الأسبوع. أول لما تشوف اليوم على طول يبقى حرف الجر on. احنا يا جماعة لازم حروف الجر دي باختصار لازم تكون حافظ كلمة ايه بيجي قبلها حرف الجر ايه، بس احنا بنراجع سريعا كده على prepositions of time حروف جر الوقت. نيجي لنمبر 4 the weekend، الأجازة الأسبوعية هتبقى at the weekend لأنها محدودة. نمبر 5 Saturdays، أيام الأسبوع تاني، أيام الأسبوع قلنا حرف الجر on. والسؤال الأخير lunch time، أي حاجة خاصة بالوجبات lunch time يعني وقت الغداء هناخد حرف الجر بتاعنا at. طيب احنا آخر حاجة عايزين نقولها، لازم تكون حافظ حرف الجر أصلا بيستخدم مع كلمة إيه، ويا ريت تكون باستمرار بتقراها لأنها حاجات بتتنسي. وربنا يسهل يكون الفيديو دوت مفيد ليك وحاجة تساعدك على حروف الجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.